المهم غنبدا على بركة الله. غادي نصلي صلاتي كما العادة، وغادي نسالي، وغادي نطلب الله ان شاء الله يوقف معايا ومع وليداتي ويسر امرنا ويبعد عنا ولاد الحرام يا ربي امين، ويرحم موتانا يا ربي. سهل مصعب. هانتوما كتشوفوا لي صليت وطلبت الله وترجيت، وراه من بعد الله كذاب. المهم ديروا السبب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مرحبا بكم عندي في فيديو جديد ونهار جديد ونهار غزال بحالكم. اش اخباركم؟ المهم حبيباتي بلا ما نطول عليكم، تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخير وما تزابيوش. حبيباتي احبائي عائلتي الثانيه بعد الله والنبي رسول الله. اللي سول عليا يسول عليه الخير والتيسير، والحمد لله على كل حال. واللي قاع دار لي واحد اللايك وتابونا معايا والبارطاج والجرس وكومونتير غزال بحالو، الله يجازيه بخير في هاد العواشر، والله يحن عليه، والله يجعل مثواه الجنه، وبعد عليه ولاد الحرام عطيه صحيحته حجه في قبر النبي. الحمد لله يدي ولات شويه نتوما كما كتشوفوا، كيبان لكم شويه الكحال. ها نتوما حد شويه، هيا برات ليا شويه مع كندير لها البوماد غير هي. قالي غير الكحال. الحمد لله على كل حال، خرجت ليا خير الحمد لله واللهم لك الحمد. وشويه راه حاجبي شويه ولا كاينوض، كان ندير لي شويه الكحل داك الحار كنديروا للطراسي بحال هكا، وشويه ناض ليا ما بقاش كما كان. وشفاري تا هما الحمد لله الحمد لله تا هما فلتنا الله واللهم لك الحمد والشكر لله ودعواتكم ليا بالخير. المهم حبيباتي بغيت نشارك معكم واحد الوصفه في هاد العواشر، والعواشر مبروكه بالرزق والتيسير، وان شاء الله اللي عنده الله يعطيه ويجيب ليه، واللي ما عندوش هو الله يعطيه ويجيب ليه، والله يرزقكم الصحه ثم الصحه وطول العمر، تعيدوا تعاودوا ان شاء الله. الحمد لله بغنشارك معكم شي حوايج بالطاقه الايجابيه ولا زواق بلا نفاق. نخرجوا الطاقه السلبيه وندخلوا الايجابيه، يعني خاصنا نكونوا مزيانين في صحتنا في حياتنا بلا صداع بلا حتى شي حاجه. وهادشي اللي عطا الله كما قلت لكم بالطاقه الايجابيه وبلا زواق بلا نفاق. بغيت نشارك معكم واحد الوصفه غزاله وزوينه طبيعيه تحيدوا بها الطاقه السلبيه والطاقه الايجابيه، تدخلوها للدويره عندكم من المشاكل، تحيد من الرزق من اي حاجه. المهم خصكم تنقيو الدويره مزيان، تنوض اختي وخويتي والعيالات حنا المغربيات حنايا حاجه تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. المهم تسيق ليا الدويره كما العاده، تغسل ليا المعينات، تنظف ليا الدويره كامله من ا حتى ز. طبيله الباب الشيفونه صحيبه، وتنظفي ليا كل شيء وما تخليه حتى بلاصه غبره واي حاجه، الفراش السريح تحت الناموسيه تحت ماريو ثلاجه فرار اي حاجه الحبيبه ديالي. المهم كما قلت لكم بعد ما نظفت الدار مزيان مزيان الحبابات ديالي ونقيتوها جفيتوها ودوزتو الشيفونه على الغبره. المهم واحد المعطر وتجفيف على الارض اللي كتشعل الرائحه طيبه. ومني تفتحي الباب ديال الدار ديالك خرجي وبداي بحال داخله، بعد ما تحطي القرفه في يدك مطحونه وغاديه داخله حاطه في كفك وكتنفخي من الدخول ديال الباب ديالك، تدخلي ماشي تخرجي، انت داخله
تنفخي في الدار كامله هكا. المهم القرفه في يدك مطحونه كما قلت لكم الدار كامله ان شاء الله بعد ما تنقيوها. والله لا غساله كتجلب الرزق والراحه النفسيه. يعني هذيك القرفه راه فيها فوائد بزاف، راه ماشي حيت غير كنطيبوا بها وصافي، ولكن فيها فوائد غساله وزوينين. قرفه كتجلب اي حاجه زوينه ايجابيه وكتخرج السلبيه. ايوا ومني تساليو كما كيقولوا الملحه حتى هي حبيبه. الملحه غزاله، الملحه ديريها في الدار. الملحه بعد ما تقراي عليها المعوذتين ايه الكرسي وتحطيها في شي حاجه عندك صغيره. بحال الدار عندك كبيره ديري 5، عندك الدار صغيره ديري 3، وحده في الكويزينه في البيت النعاس في الصالون. اللي عنده الدار كبيره راه تبارك الله راه يدير شي حاجه بالفردي، يعني 3 5 حتى 7. الملحه كل قنت يدير فيه شويه شويه، ولكن يخبيه في الظلام، يخبيه في الظلام لمده شهر. بحال النهار اللي دار فيه مثلا كنبداو الشهر بالواحد، الشهر الفرنسي تنبداوه بالواحد، يعني نهار واحد في الشهر ديال الفرنسي. الناس بكري كان يديروها في العربي، ولكن غادي نعطيكم وصفه تاني ديال الشهر العربي اش كيديروا فيه نهار 16 و17 و18. المهم حبيباتي كنخبي عليكم حتى حاجه، والله الا هذه زوينه طاقه وكتعطيك واحد الراحه نفسيه. يعني الملحه راه فيها فوائد بزاف، كتحيد عليك العين العكاس السحر اي حاجه كتبخر في هذاك الملحه. وبعد ما تكملوا الشهر اللي غتبدلوا فيه كترميو كلشي حاشاكم في الطواليت. الملحه في الطواليت ملي كدوزو الشتاء الشهر مزيان كتحطوا الفراش وكلشي كتشطبوا داكشي وتا هو كترميوه في الزبل. يعني ان هادشي كيحيد وكتبداو طاقه اخرى بالجديد ثم الجديد. كديروا نفس الطريقه. وما ننساش انني عندي لكم وصفات غزاله وزوينه، انني هادشي قد ما طبقته على نفسي كنطبقه معاكم. نعمل لكم ديال عصايه سيدنا موسى والفوائد ديالها. هادشي راه ماشي شعوذه، هادشي غير باش تحيدي الطاقه السلبيه وتجيبي الطاقه الايجابيه. وهادشي كله ضروري بعد ما تكوني على وضوء وتصلي ركعات وتبداي بسم الله توكلنا على الله. والله ان شاء الله غتولي عايش في عيشه على الاقل غتكون نفسيه مرتاحه، على الاقل غير النفسيه ديالك ماشي بالضروره ما شنو، ولكن النفسيه ترتاح. والحمد لله على كل حال. ونتمنى تعجبكم هذه الوصفه. بغيت نشاركها معكم في هذه العواشر لان هذا الوقت هذا تيكون فيه اسحار، تيكونوا فيه المجاودين خدامين، يعني كيكونوا فيه شي حوايج لا حول ولا قوه. ولكن هذا الشيء راه طبيعي. نتمنى نوصل الميساج لكم بواحد طاقه ايجابيه. كنحبكم بزاف بزاف وكنموت عليكم حبيباتي. سمحوا لي كنطول عليكم. مع السلامه، فيديو قادم ان شاء الله.